النصاب أحمد شولاق وأتباعه. طبعا إخوان، سمعنا كتير ناس تبيع كرامتها وشرفها وعرضها مقابل فلوس، وهذا أحمد شولاق وأتباعه من مكتب مرة النعمان ومن شلة كثيرة، أحمد مخلوطة واليوناني، نفس الموضوع هذا. طبعا أول شيء نعتذر عن المقدمة والألفاظ هاي. طبعا إخوان، هاي الحقيقة، يعني أنا ما أحب أتكلم بهاي الألفاظ، ولكن هاي الحقيقة صارت، والشيء راح يصير. طبعا أنا أعتذر منكم. السلام عليكم إخوان. أول شيء نبلش بالموضوع هذا. طبعا إخوان، أنا كنت في الإمارات عم أشتغل، فكانت هاي الشركة بتتوقف، كنت أشتغل بيها. فواحد من الشباب كان معي قال لي: يا حسين، في شركة شولاق طالبة سائقين، واحد يكون على خط اليمن. فأعطاني رقمه وتواصلت معه، فرحنا اتفقنا على الموضوع أنا وياه الشغل، وتوكلنا على الله مباشرة. طلعت أول حمل، ثاني حمل، الحمد لله أمور ميسرة. ثالث حمل هنا كان ابني مريض في تركيا. فقلت له: يا أحمد شولاق، بدي أنزل ترى تركيا هالفترة هاي. قال: يا حسين، في حمل سريع ومستعجل وما بعرف شو، وما بيطول، انت معك 15-20 يوم، انت ما شاء الله يعني ما تتأخر على الطريق، روح نزل الحمل وارجع. قلت له: وضعي ما يسمح لي يا أحمد شولاق، وضعي ما يسمح لي، بدي انزل، ابني بحالة خطرة. قال: اخي هذا حمل سريع والسيارة محملة جاهزة. طبعا هذا الحديث من دخلت الامارات، عم احكي معه على الهاتف. قال لي: وصل لعندي يا حسين ونتفاهم. وصلت لعنده، قام يحلف لي 100 يمين انه الحمل سريع وان الحمل ما فيه تأخير، وحلف بولاده، وحلف ما خلص شيء اللي حلف بيه. فقلنا له: يا اخي 10-15 يوم يعين الله، شو بدي اساوي؟ ففعلا رحنا جهزنا امورنا. تعرفون بالبداية كان في عنا تحليل كورونا، في عنا تجهيز، في عنا اوراق. فرحت حللت كورونا وجهزت اموري، توكلت على الله. الحكي تقريبا مع المغربيات. يوم خميس وصلت المنفذ الحدودي، رحنا المخلص البحار. مخلص البحار سلمت الاوراق، قال: في ممنوع ان نطالع ولا سيارة لأحمد شولاق. ليه؟ قال: لأنه نصاب. بهالكلام هذا أوف، ليش؟ يشوف المشكلة يعني. قال: أخي في سيارات كتير طالعنا له إياهن وما فعل يدفع، وجانا أمر من المدير كل شي سيارات لأحمد شولاق ممنوع نمشيهن حتى يسدد المبلغ اللي عليه. الساعة تقريبا حوالي 3 الفجر. اتصلت على أحمد شولاق نايم. فرحت شو بدي اسوي؟ لا حول ولا قوة. قال لي الشاب: انا ما اقدر اتصرف للساعة 9 ليجي المدير. والله رحنا عدينا، حطيت راسي نمت الساعة 9، رحت لعنده، اتصل على المدير ما اجى زاد. قال: القصة 1 2 3. المهم شيل حط، شلنا دفعنا 2000 من عندي. رحت عندي بطاقة بنك سحبتها ورجعت. طبعا بالموضوع هذا اخوان، نهار طلعت كان معي مبلغ 10,000 درهم، حطيتهم امانة عنده، على فكرة نسيت اقول لكم اياها. 10,000 درهم حطيتهم عند احمد شولاق، ورحت سحبت له النوب 2000 لحتى اسدد ديونه للمخلص، ومشيت. والله مشيت الحمد لله، توكلنا على الله. رحنا منفذ حفيد يلي هو محادد للامارات عمان. جاء المخلص، يعني المخلص جاء قام يتأخر. المهم أخرنا أول يوم، ثاني يوم مشاني. قال: هاي أوراقك تروح تخليصك الحرة. لك يا أخي كيف الحرة؟ أنا على أساس تخليص مباشرة للشحن. قال لي حرة. واتصلت على أحمد: يا أحمد شو القصة؟ على أساس بريد، وأنت حلفت 100 يمين، حلفت بأولادك إنه حملي ما يتأخر، ويرجع يقول لي بأولاد الحمل ما بيتأخر، ويرجع يقول لي بأولاد الحمل ما بيتأخر. قلت له: يا أخي الآن حولين على الحرة. قال لي: توصل الحرة شغلتك 5 دقائق. فتوكلنا على الله يا أخوان. زاد العصريات، رحت لهناك، وصلت ثاني يوم الظهر. طبعا هنا الليل ما أنا نايم، وأنا وضعي يعني مستعجل، بدي أنزل على ابني يعني، وجاي دنيا رمضان وغيره. توكلنا على الله. رحنا على الحرة يا أخوان، فتنا على المخلص. قال المخلص: وراقك مش واصلة. لكن مش شلون مو واصلة؟ قال: مي واصلة. يا أحمد شولاق الأوراق وينها؟
قال اوف بالسرعة وصلت؟ قلت له طبعا، شو يعني السرعة وصلت؟ إذا اليوم اني حمولة جاهزة ليش وراق متأخرة؟ ويا اخوان 5 ايام في الحرة المزيونة. فقلت له رجاء يا احمد شولاق، انت مانك صادق معي، انا الحمل ما عاد اكمل بيه، فضوا لي بشحن خليني ارجع، انا وضعي حرج. 5 ايام ويوم تأخرت زيادة بالشحن، ويومين تأخرت في منفذ حفيد، هاي صار 10 ايام من عدد الطريق. يرد يقول لي بولادي حملك ما يتأخر وامورك خالصة، وعند المخلص والحد توصل وراقك على الباب يعطيك اياهن وبدون تفتيش وبدون ما لك يا احمد، من شان الله حاج كذب كالكلام هذا. قال لا امورك جاهزة. فتنا اول يوم ما حد جاني، ثاني يوم فتنا على التفتيش، خلصنا التفتيش صفينا. لك يا اخي شو صار معك؟ قال ما ابي. انا قلت له ما عاد اكمل بالحمل، الحمل ما عاد بدي اياه خلاص، ترجعوا استلموا السيارة تصطفل. قال بعد 3 ايام جاي سواق مصري، تفاهم انت وياه وتبادلهم بالسيارات. فعلا استنينا 3 ايام جاي السواق المصري. طبعا هنا الاوراق السامية ماشية خالص. رحنا نبدل موضوع السيارات، اجى المخلص قال الوضع مو بالسهولة هاي، يعني تبديل السيارات، يعني اقل شي خرج السيارة بعد المنفذ وبعدين نبدل. انه كيفك تبدل وما كيفك، هذا الوضع يحتاج وقت ويحتاج امور طويلة، وقام يشرح لي يمكن تروح ل10 15 يوم. فثاري متفق هو والمخلص والتاجر. المهم قال لي المخلص خلاص يا حسين مجبور وما بعرف شو من الكلام هذا. قلنا لا حول ولا قوة. ضلينا 15 يوم في منفذ الشحن، كل يوم يحلف يمين اليوم يطالع، يعني يحلف بأولاده اليوم يطالع، يعني يحلف بشرفه اللي ما عنده شرف طبعا، طلع انه اليوم تطلع. اروح المخلص يقول لي يا اخي انا اموري خاصة، انا بيدفع للتاجر فلوس بطالعك الصباح فورا، بس دفع للتاجر فلوس واحمد شولاق ويمشيك. قول بعد 15 يوم توكلنا على الله. يحولوا لي فلوس ما في فلوس، يحولوا لي اجار طريق ما في، يرد ياخروني نهارين، ويدز لي اياهن بال1000 سعودي وبال500 وبال2000 و100 ألف اتصال. بتصل على أحمد شولاق يقول اتصل على التاجر، بتصل على التاجر يقول ما العلاقة احكي مع شولاق، كلها أنصب من بعضها. ضلينا إخوان تمرمر على الطريق نهار لا وصلنا. المهم وصلنا، فتنا على الرملة، خلصنا أمورنا بالرملة، أنا على تواصل مع التاجر موضوع 1 2 3، ومعي كمان ترافقنا مع سواق. وصلنا لجمرك الجوف، عندنا وصلت قال لي لا تدخل. ليه؟ قال أنا مرتب لك الأمور يا حسين، وراح تجي سيارة راس يمني بيعلق تريلا ويدخل وشيل اللوحات. بتمنى حتى الفيديو يوصل الجمارك اليمنية إن شاء الله، للجمارك حتى يعرفوا هذا علي العمري وإبراهيم العمري التجار وشلة أحمد شولاق. ففعلا من وصلت أول يوم ثاني يوم بعث لي سيارة، فصلت الراس واجى علق الراس ودخل بيه بفواتير مزورة، فواتير مزورة دخل فيها إلى جمرك الجوف، انه على اساس بضاعة يمنية محلية طالعة، مش انها مستوردة من الخارج مشان ما يدفع. قلنا له طيب يا اخي وانا وشو الوضع؟ قال لي يوم، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم انا في السيارة. قلت له يا اخي السيارة هاي لا فيها مطبخ لا فيها عدة لا فيها، كيف بدي اكل اشرب؟ قال لي التاجر احمد شلغ روح على الفندق، مصروفك واجار الفندق كله علينا، وعطلتك تاخذها، عطلتك تاخذها. والله يا اخوان ما كذبنا خبر، طلعنا على هالفندق، حجزنا فندق وسجلنا الفندق، سجلنا المصاريف، شي 10 ايام 12 يوم السيارات رايحة راجعة. ليش انت واقف فين يا سواق؟ ليش انت متأخر؟ كذا الامن الشرطة الجمارك. فتواصلت مع احمد شولاق وتواصلت مع علي وابراهيم العمري، قالوا لي خلاص اطلع انت على الكراج في صنعاء، لا ظل جالس عندك بالكلام هذا. فشقلت وتوكلت على الله على صنعاء، فرحت على صنعاء اليوم وبكرة، اليوم وبكرة بيظل البضاعة في شو اسمه تقريبا شهر في الجوف.
30 يوم و15 يوم كمان في شحن. هاي لحالة شهر ونص، 45 يوم فس عطلة، بدون طريق، أنا ما بحسب طريق هذا النام. فقلت طلعت نهار قبل الوقفة بيوم، نحن الدنيا في عنا عيد وقتها، وقبلها بيوم طلعت السيارة. هو جاء على طلوع الفرضة بيروح معه جنبة تريلا. شو بيسوي السواق؟ بزت السيارة الراس وتريلا على الطريق، بيقفلهن ويقفل التليفون ويجي على صنعاء. اجى على صنعاء وظل 7 أيام سكر هاتفه. طبعا بعد 7 أيام هون الجماعة بتسأل ليش تأخرت. وصل أول صنعاء بعد 7 أيام، طبعا مو مصلح ولا شيء، رابط الجنب ورافعه. جابها دخلوا على جمارك صنعاء، وفي جمارك صنعاء بيجلسوه كمان شي شهر. يعني تقريبا حكاية أكلت 3 شهور وكم يوم. المهم آخر شي طلع جينا على الحساب، حاسبنا، قال لي ما يطلع لك عطلة ولا يوم. ليش؟ قال والله بضاعة تلفانة. حبيبي شو بدي اسوي لك تلفانة إذا صار لها شهر ونص في جمارك صنعاء، وصار لها شهر في جمارك عفوا شهر ونص في جمارك الجوف، وصار لها شهر هون، ايش لي علاقة؟ أنا مو ذنبي يعني. قال والله بضاعة تلفانة ما يطلع لك عطلة. كاونا أنا وياه، سبيته للتاجر العماري، اشتكيت عليه، قال لي روح اشتكي وين ما بدك، أنا مشتري الدورة بفلوسي. ففعلا مشتري الدورة بفلوسه. رحت على كذا مركز ولكن ما في فايدة. أعطينا الفلوس ما في. أكل علي الأجار، أكل علي مصروف الطريق، أكل علي، ما أعطاني شي خالص. هذا إبراهيم وعلي العمر النصابين، ولد النصابين يعني، معروفين بدون شرف بدون كرامة. والله واحد من السواقين يا شباب سبوا بعرضه قدامه، ما تكلم ولا كلمة لإبراهيم وعلي العمري، قدام يسبوا. راح دورنا، رجعنا على هالطريق، اعطينا فلوس يحولوا لنا طريق، ما عاد يحول. المهم دينا الطريق وصلت. جينا على السيارة على حساب أحمد شولاق، ما اعترف ولا شيء. قلت له، قال لي ما ظل لك آجار ولا لك عطلة، والبضاعة تلفانة، أنا بدك تحمل أنت المسؤولية، في صيانة ما تحملها. جاء المهم صار حديث وغيره، ما فعل يتحمل شيء وأكلهم كلياتهم. قلت له يا أحمد شولاق تحطن على أولادك. قال إيش علي؟ المهم الفلوس. بالكلام هذا في فحص كورونا، أنا فحص كورونا بناخذها طبعا من الشركة. يقول ليش لا تفحص كورونا فلوسي أنا؟ ليش ما رحت على عجمان؟ قلت له حبيبي إذا أروح على عجمان أنا بدي أدفع آجار سيارة 100 درهم، بينها بدي أفحص 100، نفس الشيء يعني، أنا ما عندي سيارة آجارها يعني، إذا أروح واستأجر نفس الشيء. قال والله مو ذنبي. والله يا شباب قلت له بروح بفحص يعني عند مرتك كورونا في عجمان، بالكلام هذا. قال أنا ما بيهمني، يهمني أوفر على حالي فلوس. قلت له أحمد شولاق أعطيني فلوسي. قال فلوس ما يطلع لك وتطلع لي مكسور أنت من 10,000. قلت له فعلا؟ قال لي إيه. قلت له بالله يا أحمد شولاق تحطهن على أولادك وعيلتك إن شاء الله. قال ما بيهمني، يهمني الفلوس. قلت له فعلا ما بي شرف ولا بي كرامة، والله يا شباب ما زال عليكم حرف مثل هذا كنتكم إياه. ما بي شرف ولا كرامة خلاص انساه. ومع أيضا صاحب مكتب معرة النعمان أوسخ منه كمان بدون شرف وكرامة. وأحمد مخلوطة نصاب مثلهم. أحمد مخلوطة كمان دينته 500 ريال سعودي أو 500 درهم. شو عمل؟ باركين أنا وياه كنا رايحين، وإجا يقول لي يا حسين عيالي هنيك ما عندهم حق أكل وما عندهم حق خبز، وأحمد شولاق ما يعطيني فلوس وما بعرف شو، مشان الله بس أعطيني 500. في عمان أعطيته 500. شو عمل؟ راح هذا الدنيا بالليل، راح المحل هواتف ورجع، قلت يمكن راح يحولهن يعني. في الصباح جلست، جيت عند الصندوق، طلعت كان بارك على صندوق على مطبخي انه مشتري بطاقات جوجل، انه ثاري هذا الاخ مشترك في هذول تبع البنات الدردشة ما بعرف شو، وثاري عم يشحنها الرصيد، بيشحنها الرصيد 500. فضليت اطالبه شهرين ما فعل، اخر شيء ما فعل يعطيني اياهم. وقفته على الشارع واخذت منه الجوال قصبا عنه بالصرماية،
غصبا عنه أخذته. وراح حسب لي أحمد شولاق هو 1100 درهم، 1100 درهم. قل أحمد شولاق كمان قول مليح ما قال لي حقه 2000 أو 3000 عشان خصمتن عليك. قلت له والله يا أحمد شولاق اللي ما يبي شرف ولا كرامة ما يسوي اللي بده إياه، فأنت لونك ابن حلال ما تسوي شيء هذا، ولكن بين عليك ابن حرام. يا شباب والله أنا من كلمة الكلام هذا أتوقع ردة فعل تكون عنيفة، تكون ردة فعله الفلوس 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 همه. ولكن أقول له شاد حطنا على أولاده يقول لي الفلوس. هلا أنت ما بيك شرف يقول لي الفلوس، أنت ما بيك كرامة يقول لي الفلوس. أنا ما شفت ناس تعبد الفلوس مثله. فعلا في ناس بعد شرفها وكرامتها من شان الفلوس. جينا صاحب السيارة، يا صاحب السيارة احكي لك كلمة، قال والله أنا ما لها علاقة. شو ما لك علاقة؟ ما لها علاقة. إنه ما لك علاقة، قال ما لها علاقة، إنه يعطيك العافية. على طول يشكي ويبكي يقول لي يعني لون أحمد شولاق السيارة. قلت له حبيبي الرزق على الله، والله الرزق على الله مو على أحمد شولاق. فها هي في امور كثير ما تتدخل فيها. يعني اكل علي يا اخوان عطله 100 يوم، نحن كساقين شاحنات الشاحنة طولها 18 16 متر ناخذ عطلتها 500 درهم في اليوم، معروفة هاي. السواق ياخذ منها احيانا الثلث واحيانا النص حسب الاتفاق. انا كنت متفق النص، تمام. اذا أنا على 200 درهم اماراتي يوميا على 100 يوم يطلع لي 2000، عفوا يعني يطلع لي تقريبا على كل 10 ايام 2100، يطلع لي تقريبا 20,000 مع المصروف. يعني طبعا انا مصارف اكثر من نصهن. جار الطريق اكلوا علي كلياته، الله لا يسامحه ان شاء الله لا دنيا ولا اخره. ثالث شغله النوب اكل مني مثلا تبع فحص الكورونا، تبع الكراش تبع السياره، تبع الصيانه. اكل نص الديزل نحطه للسياره والله ما فعل يحاسبني عليه، اكل نصه. لك يا اخي السياره معروفه سيء. يقول لي لا هيك بدي احاسبك مثل ما بدي. يعني ولدنت حرام صافيه. فالله لا يسامحه لليوم هذا ولا انا سامحه هذا، وان شاء الله لليوم هذا اقول يحطنا على اولاده وعلى عياله، والله لا يوفقه ان شاء الله وما ننسي له اياها باذن الله. واخوان ان شاء الله شاركوا لي الفيديو لايك حتى يوصل اكبر عدد، وان شاء الله يوصل ايضا فيديو للجمارك. وفي مواضيع كتير كتيرة بس ما اريد اطول معاكم، في مواضيع لسه عن نوب ثانية راح احكي لكم ان شاء الله فيديوهات ثانية عن شركة النصاب احمد شولاق، وكيف التاجر اليمني سواه، وكيف باع زوجته من الاخير. ما هنا نحكيها يعني ما احب اتدخل مواضيع هاي كثيرة. حياكم الله والسلام عليكم.